لأول مرة منتخب عربي أفريقي بيوصل لنصف نهائي كأس العالم. لأول مرة فريق عربي أفريقي، الفريق المغربي، بيصل لمباراة تحديد المركز الثالث والرابع. فخر ما بعده فخر. فخر ل 400 مليون عربي كانوا بيشجعوا من قلبهم لعيبة حرفيا يستاهلوا مننا كل التحية والتشجيع. مش من عادتي اتكلم في الكورة في فيديوهات، لكن انتظروا فريق عربي او افريقي في نهائيات كاس العالم وفي نص نهائي كاس العالم. التابو اتكسر. المعتقد ان فريق عربي او افريقي يوصل لنصف نهائي كاس العالم اتكسر. هستدعي قصة لعبد اللطيف ابو هيف اللي عبر 3 مرات بحر المانش، بداية في عام 1951 بعد ما استطاع سباح مصري، وهو أول سباح مصري يعبر بحر المانش، وهو إسحاق حلمي عام 1928. المعتقد ان في حد يقدر يعمل حاجة احنا كنا شايفينها مستحيلة، بمجرد ما واحد بيعملها سقف التوقعات والحاجز النفسي اللي كان موجود بيتكسر. المغرب حرفيا عملت اللي محدش عارف يعمله، وانتظروا فرق عربية وانتظروا فرق افريقية توصل لنصف نهائي ونهائي، وممكن حد او فريق عربي او فريق افريقي يوصل ان هو يبقى بطل العالم في كرة القدم. المعتقدات لما بتتكسر الحواجز بتتشال. تقدر تعمل لو حد قدر، وطالما حد قدر فانت كمان تقدر. خد الموضوع ده في اي حاجة بتعملها في حياتك. شكرا للمغاربة، شكرا لأسود الأطلسي، شكرا لكل لعيبة، حرفيا لعيبة رجالة. أداء الشوط التاني نص ساعة فرنسا مش موجودة. حرفيا شابوه للمغاربة. رفعت راسنا لأول مرة بنبكي ان احنا ما وصلناش نصف نهائي او ما وصلناش للنهائي. انتوا متخيلين؟ ووصلونا ان احنا زعلانين ان احنا ما وصلناش نهائي كاس عالم. شابوه للمغاربة مرة تانية. فيفا للمغرب، فيفا لموروك. شكرا ليكم.